شمس الدين الطالبي يسجل هدف بطريقة رائعة جدا، هدف عالمي، هدف خرافي من خارج منطقة الجزاء كما كتشوفوا في الصورة. حطها للحارس في التسعين، صعب على الحارس أنه يتصدى لها. هذا اللاعب كنت كنتمنى أنني نشوفه في كأس إفريقيا مع المنتخب وتعطاله فرصة، ولكن للأسف الشديد وليد الركراكي كان حارمنا من مؤهلات هذا اللاعب. كنت كنتمنى نشوفه هو البديل ديال عبد الصمد الزلزولي، ولكن هو كان كيفضل عليه الياس بن صغير. كما كنعرفوا جميع الياس بن صغير مني مشى لباير ليفركوزن وهو غير جالس في الدكه، فكان بالامكان اننا نعتمدوا على شمس الدين الطالبي كبديل للزلزولي. فكنتمنى كذلك اننا نشوفوه في كاس العالم 2026 وتعطى له فرصه. خاص هذا اللاعب تعطى له فرصه لانه لاعب ما شاء الله، لاعب كيلعب في الدوري الانجليزي. مهما انه كيلعب في الدوري الانجليزي خاصو تعطى له الفرصه. كما كنعرفوا جميع الدوري الانجليزي ماشي اي واحد يقدر يلعب فيه، وماشي اي واحد يقدر ياخذ الرسميه في الدوري الانجليزي. ريتم عالي وتنافسيه، فهذا اللاعب غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله في كاس العالم 2026. كنتمنى ان المدرب يعطيه فرصه، ولما لا يتالق ونشوفوه في اكبر الانديه ان شاء الله.